السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة هذا البريوش بطريقة جد سهلة وبسيطة وبمقادير مضبوطة. تابعوا معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. في هذه الوصفة نحتاج إلى حبة بيض، ونزيد كأس أتاي مملوء من السكر، وكأس أتاي مملوء من الحليب، وكأس أتاي مملوء من الزيت، نكيلو بنفس الكيلة. ونزيد رشة ملح وحوالي ملعقة صغيرة من الفانيلا، ونخلطهم مليح حتى وين يذوب السكر. ونضيف الفرينة، نديرو 3 كؤوس من الفرينة. دائما نقيسو بالكأس تاع أتاي، نديرو 3 وكيس خميرة كيميائية، ونخلطهم مليح. ونزيدو 2 كيسان من الفرينة، ونخلطهم تاني، ونشوفوا العجينة ناقصة شوية، ونزيدو الكأس السادس تدريجيا، غير نزيدلو شوية فقط. شوفوا كيفاش لازم تكون العجينة، تكون متلاصقة. ونغطيه بالبابي سيلوفان ونخليه يرتاح لمدة 15 دقيقة. وشوفوا شحال بقات لي من الفرينة في هذاك الكأس السادس. ودوك نحطوا الزيت في كاسرون، لازم تكون حاجة ثقيلة باش نقليو هذاك البريوش حتى وين يتسخن مليح، وتكون النار متوسطة. وبعد ما خلينا العجينة ارتاحت لمدة 15 دقيقة، نشكلوها على شكل أصابع كما تشوفوا في الفيديو. ونحطوهم في الزيت، ونزيدو نشكلو الثاني. شوفوا كيفاش نشكلهم على شكل خبيزات صغار، ونحطوهم في الزيت على النار متوسطة حتى وين يتنفخوا ويطلعوا. شوفوا كيفاش. وبعد ما تحمروا نقلبوهم دوكا، وبعد ما طابوا نحيوهم. شوفوا كيفاش جو ما شاء الله. وشوفوا بعد ما طب في الاخير انا شويه درت له سكر غلاس كيما تشوفوا في الصوره. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. وشويه عسلته ودرت له شويه لوز من الفوق، وانتم ديروه كيما حبيتوا. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على شعار القناة الظاهر امامكم، وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. الى اللقاء، سلام.